ياه، لسه بدري قوي. انا متحمس فشخ لماتشات الشامبيونز. مدعكه يا ابني والمواجهات اون فاير. مش عندنا، ده احنا ما عندناش كوره. معاك حق والله، بس انا جات لي فكره. نعمل دوري ابطال لينا وكل اللي هيشارك فيه هيكسب. ابطال مين وتكسب ايه؟ هو هيكون قصدك الدوره الكحيانه اللي بنعملها في الخماسي دي؟ لا فوالي كده وحط الكره دي في جنب دلوقتي. انا قصدي على دوري ابطال تاني خالص اللي هتكسب بيه دنيتك واخرتك. لا انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، دوري ابطال الجنه نكسبه وندخل الجنه باذن الله. طب ما دي بديهيات يا ابني، ما كلنا مسلمين وداخلين الجنه باذن الله طبعا. بلاش غرورك بس ياخدك بعيد عشان كان في زيك واحسن منك وانتكس واخرته ما كانتش ولا بد. وحط في معلومك ان مش معنى انك بتصلي وبتصوم ومحافظ على النوافل والصدقه والزكاه يبقى انت كده كده في الجنه. اعمالك دي كلها مش هتدخلك الجنه بدون رحمه ربنا عليك ونعم بالله. يعني ايه دلوقتي؟ يعني نركز في دوري الابطال اللي هنعمله واللي بيها ندخل الفردوس الاعلى، وده اساسي، ولا عايزنا نطلع من دور ال 64؟ لا حلوه لغه الكوره دي. المهم هنبدا من الدور التمهيدي، وده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الدور التمهيدي هيكون عباره عن حاجات بنعملها يوميا لازم نصلحها، وهما الشتايم، الاغاني، الحسد، غض البصر. حلاوتك انت جيت على الجرح، ده ملعبي يا صاحبي. ركز معايا، احنا بنشتم كل يوم وبنسمع اغاني كل يوم وبنحسد الناس كل يوم ومش بنغض البصر كل يوم. المفروض بقى نغير كل الكلام ده. ثواني بس كده عشان افهمك، انت قصدك اننا نبتدي بالحاجات السهله او اللي بنعملها من غير ما نحس وهي في الاساس غلط، وكل ده هيبقى تحت مسمى الدور التمهيدي صح؟ لكن بعد كده هندخل على الحاجات الاكبر واللي ذنبها اعظم. ايه يا معلم مبلم كده ليه؟ مبهور يا اخي باللي انت قلته ده، وفرت عليا كتير قوي. تعليمك يابا. طيب يلا نبدا. اول حاجه الشتايم، انا شايف انها صعبه قوي ان حد يبطلها، خصوصا لو اتعود عليها او بيتعصب بسرعه، فبتبقى اقرب حاجه على لسانه الشتيمه. بس لو سمع اللي اقولك عليه دلوقتي هيبطلها فورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ايه الصرع دي يا ابو الصحاب؟ الصرع يعني الانسان القوي اللي بيغلب الناس بقوته، فالرسول شبه اللي بيمسك لسانه وقت الغضب اقوى من اي حد قادر يهزم الناس بقوته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. انت متخيل انك تلعن حد مؤمن يبقى انت كده كانك قتلته؟ انا ممكن ما افتكرش الكلام ده وقت عصبيتي، لا اكيد ما هفتكرش الكلام ده وقت عصبيتي. انا عايز حاجه تحفظني او تمنعني ان اشتم او الشتيمه تيجي على لساني اصلا. هقولك، ردد الدعاء ده لغايه ما تحفظه وباذن الله هتلاقي فرق. الدعاء بيقول: اللهم احفظ لساني عن كل ما لا يرضيك قول، واجعل لي عليه سلطانا فلا اقول الا حق ولا اشهد الا صدقا يا رب العالمين. طب لو عليا انا هقوله باذن الله ابطل شتايم. الدور الباقي على العيال اللي في الرايحه والجايه بيشتموا بعض بامهاتهم، واستغفر الله لسانه مش بيبطل سب دين، وكمان بقت اسهل حاجه على لسانه. عايز اقولك ان قلبي بيتقبض اول ما بسمع حد منهم بيعمل كده، بس النصيحه اللي قلتها لك الوقت دي مش هتيجي معاهم سكه خالص. ايوه، فاحنا عايزين نفهمهم بطريقتهم، زي انك تزوم فيه وتقول له فكر كده في الشتيمه اللي قلتها دي وخليت صاحبك يردها عليك. تخيل كده معنى الشتيمه، وهل فعلا امك زي ما هو وصفها كده، او انت نفسك لما تتشتم بفعل وحش هل فكرت في مره في وصف اللفظ ده؟ تخيل نفسك كده فعلا، هتبقى مرضي يعني او تقبلها على نفسك؟ لو تقبل يا عم عادي، اشتم وتشتم براحتك. جامد ليه يا اسطى؟ انا شايف ان دي اجمد حاجه ممكن تجيب معاهم فعلا. الفكره بقى انهم زي القطيع في الفكر، بمجرد ان حد شتم او عمل حاجه فالباقي بيشوف انها عادي. حلو، فاحنا نستغل النقطه دي انهم يشوفوا بعض وهم بيبطلوا شتايم فيقلدوا بعض، لانهم خلاص عرفوا يستوعبوا نقطه وصف اللفظ والوضع اللي حطوا نفسهم فيه، فبالتالي كل واحد فيهم مش هيقبل انه يشتم او يتشتم. حلو، احنا كده خلصنا جانب الشتايم. ايه اللي بعده؟ الاغاني او الموسيقى من اكتر الحاجات اللي بنقابلها في يومنا، ايا كان في افراح او في الشوارع او في المصالح او في البيوت او حتى على السوشيال ميديا. فعلا تجنب سماع الاغاني حاجه صعبه وتكاد تكون مستحيله، لانها حرفيا محوطانه ومسيطره علينا. ايوه، وكمان تنوع الموسيقى والاغاني والترندات اللي بتطلع، كل دي حاجات بتشجعك انك تسمعها، والدوبامين اللي بيحركك ناحيتها بيكون اقوى من اي حاجه.
طب ايه، هنستسلم للوضع ده كده؟ اكيد لا، عايزين نفوق شويه ونوضع حد، وهو اننا نتحكم في نفسنا الاماره بالسوء. لو بقيت انت اللي بتتحكم في نفسك هتعمل اي حاجه انت عايزها. انا بحاول وحاولت كتير لدرجه اني بمسح الاغاني وبنزلها تاني للاسف. بقول دي اخر مره وبلاقيها كرت مره في مره. عايز اقولك في الاول الاغاني بتعمل ايه، وبعد كده تحكم وتقارن وتكرر. تيجي على نفسك وتبطل سماع اغاني خالص حتى لو بالغلط، ولا تنفض وتكمل زياده في عداد ذنوبك. قول كده. الاغاني بتفسد القلب، ده بيخليك تنشغل عن ذكر ربنا، ومش بعيد ابدا انه يبعدك عن الصلاه من اساسه. حتى يا سيدي لو رحت تصلي قلبك مش هيكون حاضر في الصلاه. من ضمن الاغاني بتحسسك بالغرور والجبروت زي اغاني الراب مثلا، فانك تكرر كوبليه او بار عجبك ويكونوا عباره عن تفخيم ذاتك، فبالتبعيه هتعيش لنفسك الدور والغرور هيمتلك روحك، وللأسف هتكون من المتكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش انك تتكبر او تبين ده لحد، ده لو في قلبك بس مثقال ذرة من كبر. الاكتئاب، الاغاني ممكن تسبب لك اكتئاب. احصائيات عملت ان المراهقين اللي بيقضوا معظم اوقاتهم في سماع الاغاني في احتماليه تقدر ب 8.3 انهم يصابوا بالاكتئاب. انا كل ده قلت لك على الاعراض وبس، لسه ما قلتلكش انك لما بتشير اغنيه في ستوري كل واحد هيسمعها ذنبه هيبقى عليك انت، ولو هو خدها وحطها عنده اي حد هيسمع من عنده برضه ذنبها هيتحط عليك انت، وهكذا بقى يابا، عداد سيئات وما بيقفش. يعني كده الاغاني بتفسد القلب وبتحسسني بالغرور والتكبر، وكمان هتجيب لي اكتئاب وهتشيلني ذنوب جاريه. طب وانا عليا من ده بايه يا عم؟ بقول لك ايه، انا مش هحلك الا لما تديني حل جامد عشان ابعد عن الاغاني. انا اغربي لو سمعت اغاني بعد اللي عرفته ده. بص، انت مش هتعرف تبطل اغاني الا لما تروح للقران، وده من ضمن اللي قاله احمد عامر. احمد عامر اللي هو الداعيه مش اللي في بالك، ها، انزل على المسرح وخليك هنا. انت لما بتزعل بتروح تسمع اغاني، فبعدها بتحس براحة وكأن الوجع اللي جوه قلبك طار. لما بتفرح برضه بتسمع اغاني فتحس ان دي المكافأة، وهكذا في كل شعور او حالة. فقلبك بيخلص رصيده وانت بتسمع الاغنية. ايوه، فين المشكله؟ المشكله يا سيدي ان الاغاني متنوعه ومناسبه لاي حاله انت عليها، فرح، حزن، خوف. ومع استمرارك في سماع الاغاني بانواعها فقلبك بيستنزف، ما عادش عنده رصيد من مشاعر يديهولك. قلبك بقى عباره عن صفيحه مصديه ومحتواها موسيقى واغاني فيها كبر وحب غير شرعي وكلام واوهام فارغه. فايه بقى؟ فعشان كده الصلاه بقت تقيله على قلبك، ذكر ربنا بقى انه يجي على لسانك بقت حاجه صعبه، عشان اصلا قلبك مليان بهلس الاغاني. من الاخر كده قلبك بقى مصدي. يوه، ده بالظبط اللي حصل. وكنت مستغرب هو ازاي انا ببعد عن الصلاه وبحسها تقيله عليا ليه كده، وبدات اخاف على نفسي، ولغايه دلوقتي مش لاقي حل. الحل هو انك تبدل حالك من اغاني لقران. قلبك المصد ده هينضف وهينتعش وهيدخلك راحه نفسيه، وهيكون حاضر معاك في كل صلاه، وهيكون مفتوح دايما لاي دعاء عايز تقوله او اي ذكر تريحه بيه. حلو ده. يبقى كده نمسح اغاني ونسمع قران، نذكر ربنا، وبكده نكون خلصنا الشتايم والاغاني. اللي بعده على طول كده ناخد نفسنا شويه، او نعمل 2 شاي حتى بلبن. طبعا دي محتاجه سؤال دي. وادي يا عم الشاي بلبن. ايه ده؟ الموبايل الجديد بتاعك ده؟ لعبه يا عم. الحسد. ايه؟ تالت حاجه في قعدتنا النهارده هي الحسد. قلتلي مقبوله منك يا معلم. المهم، الحسد ده بشوفه من أسوأ الصفات اللي ممكن تكون في بني آدم، لأنه أصلا مش بيبقى شايف اللي عنده، هو عينه على اللي في إيد غيره حتى لو عنده أكتر منه. أصلا بحسه مرض كده، ربنا يعافينا. تعريف الحسد عموما هو إنه يكره لك الخير اللي أنت فيه، ملوش في بقى إنه يبقى زيك أو إن اللي عندك ده يبقى عنده. هو منه لنفسه كده يكره يشوفك مبسوط أو عندك خير.
الحمد لله يا عم، انا مش من الناس دي، لا يعني بالعكس، انا لما بشوف حد ربنا كرمه بحاجه انا نفسي فيها بدعي وبقول اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. عاش يا اخويا، هو ده الصح فعلا. ولو زودت على ده انك تتمنى له من كل قلبك بالزياده في الخير يبقى احسن، وباذن الله ربنا هيرزقك من بعدها على قد نيتك. خفيفه خفيفه فقره الحسد، الحمد لله كده. الشتايم والاغاني والحسد، الحاجة اللي انت سايبها للآخر دي أكيد هتكون حاجة ما تقلش أهمية عن كل اللي فات. أكيد يا صاحبي، وهي واحدة من أكتر الذنوب اللي بنقع فيها احنا كشباب في الفترة بتاعتنا دي. أيوه اللي في بالك. بص، غض البصر ده يكاد يكون أصعب حاجة تقدر تتحكم فيها، وأنا لا هقولك النظرة الأولى ليك والتانية عليك، ولا هقولك يا عم ما عادي ده احنا يا دوب بنبص، ولا أي كلام من ده. حتى أنا هختمها لك بدري وأقولك بسم الله الرحمن الرحيم: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حط في معلومك إن ربنا شايفك طول الوقت، فإنك تستخبى أو تخطف نظرة كده أو بصة كده قبل ما حد يشوفك، فأولى بقى إنك تخاف من ربنا اللي مطلع عليك. يا عم والله ما بعمل كده، وأنا أصلا مبدئي إن أي حاجة من دي هعملها هتتردلي، وانا ما بحبش ان حد يعمل كده مع اهل بيتي، فبسيطه اهي. بس برضه عايز اعرف ايه اوحش حاجه في عدم غض البصر، وايه احسن حاجه في غض البصر؟ حلو السؤال ده. عدم غض البصر واطلاقه على اللي ما يخصكش بيعمل قلب وبيضعف بصيرتك وبيوقعك في الرذيله، وياما جرايم وفواحش كتير حصلت من ورا عدم غض البصر. وكل ده بدايته ايه؟ نظرة. مش اوفر حبتين حوار نظرة ده؟ افرض انا عيني وقعت على واحدة من غير ما اقصد، في الحالة دي بتصرف نظر وما بتبصش هناك تاني. وما تخافش، النظر غير متعمدة مفيش عليها ذنب، لكن انك تصر تبص تاني وتالت وتتمعن قوي كده، فهنا عداد ذنوبك هيشتغل. فهمتك. قلت لي انت اوحش حاجة في عدم غض البصر، قول لي بقى ايه هي احسن حاجة هتحصل لي لو غضيت بصري؟ خد عندك يا سيدي، انك تغض بصرك ومن غير ما تعمل اي مجهود، انت كده بتشكر ربنا على نعمة البصر، وده بانك ما استخدمتش بصرك فيما لا يرضي الله. انك تصون عينك وتحرم عنها ما حرمه الله، كده انت هتورث حب الله سبحانه وتعالى. خلي بالك ان غض البصر لازم يتبعه نية سليمة وقلب صافي، لان كل ده هتتسأل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد يعني اللي بفكر فيه بعقلي، أو النية اللي جوه قلبي بالظبط. كل ده هتتسأل عليه، فأنت وشطارتك بقى تشغلهم في الصح ولا في العوق. طب والناس اللي قاعدة على القهاوي اللي رايحة واللي جاية، والعيال اللي بتترصص على المصاطب ومش على قد النظر، دول بيقبحوا كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احنا اتفقنا خلاص ان اللي دماغهم كده مش هيستوعبوا اصلا كلام عظيم زي ده. خلاص يا عم سهل دي، نتبع معاهم اسلوب العنجهيه بتاعتهم. تعالى الواحد فيهم وقول له: انا شفت اختك معديه من قدام كام عيل وكانوا بيبصوا عليها وواحد منهم عاكسها، فدمه يفور ويغلي ويهجم عليا انا، صح؟ لا، ما انت وقتها هتقول له ان اللي عمل كده الولد اللي انت بصيت على اخته من كام يوم. وقتها بقى هيفهم ان اي حاجه هيعمله في اي حد هتتردله. بالظبط. ايه، مش هتصدق. ايه كده خلصنا؟ للاسف بس ده لسه الدور التمهيدي. اتمرن كويس واكسبه، علشان الاسبوع الجاي هندخل على الدور ال 32. هيكون عن ايه؟ على مهلك بس، نشوف بس هنوصل لفين وهنقدر نعمل كل اللي قلناه في قعدة النهارده، وبعدها اقول لك ندخل على ايه. تمام يا كينج السسبنس. يبقى كده مهمتنا الاسبوع ده الشتايم، الاغاني، الحسد، غض البصر. تمام. أسأل الله أن يهدينا ويهديكم إلى صراطه المستقيم والثبات على طاعته، وأن يلهم إخواتنا المستضعفين الصبر والثبات، وأن يرزقهم بالنصر. مستني دعمك، لايك، كومنت، بالصلاة على النبي، شير، ولو أنت على اليوتيوب سبسكرايب عشان أول ما ننزل أي جديد يوصلك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.